هلو احنا دلوقتي هنشرح الالوان باللغه الفرنسيه. مهمه قوي نركز في نطقها، فبالتالي هنكتبها صح. يلا بينا نبدا. اول حاجه كده هنبدا على طول باللون الازرق. القلم اللي احنا بنكتب بيه دايما في الامتحانات وفي المدرسه اللون الازرق. بنطقه اقول ايه؟ بلو بلو بلو. طيب بكتبه ازاي؟ ب حرف البي، ل ال، او او او. دي هتودينا كده لقاعدة نطق مهمة، وهي ان حرف الاو والاو بيتنطقوا او بلو بلو. فمهمة جدا القاعدة دي نفضل فاكرينها، ان حرف الاو والاو بيتنطق او بلو. يبقى اللون الازرق بلو. طيب اللون الاسود، قبل ما نتعلم ازاي ننطقه هقول معلومة، ان الاو والاي بتتنطق وا وا، فهقول نوار نوار. وممكن اقول نواغ نواغ. يبقى ازرق بلو، اسود نواغ، اخضر فيغ فيغ في او في في غ غ غ. طب والتي؟ لا، التي هنا سايلنت مش هنطقها، فيغ هكتبها ومش هنطقها. فيغ اخضر فيغ اخضر فيغ. ازرق بلو، اسود نوار، اخضر فيغ. رصاصي رصاصي جي غي جي غي. وممكن برضو اقول ج ري ج ري. امال الاس دي ايه؟ سايلنت مش هنطقها. طيب هكتبها ازاي؟ ج حرف الجي، ر الار از، يبقى جي ار از جي ار از جي ار از جري. يبقى ازرق بلو، اسود نواغ، اخضر فيغ، رصاصي جري جري. احمر. طيب قبل ما ناخد اللون الاحمر خلينا نقول معلومة. الالوان الساخنة اللي هي الوان النار والوان البنات الاتنين، سواء دول او دول، هما شبه بعض، كلهم بينتهوا بحرف الاو. يعني الاحمر ده لون نار، وفي نفس الوقت اللون ده البنات بتحبه بينتهي بالاو. الروز نفس الكلام، البنات بتحبه بينتهي بالاو. احنا اتفقنا الوان البنات او الوان النار، فالاورانج من الوان النار اخرها او. الجون اللي هو الاصفر الوان النار اخرها او. يبقى كل الالوان الفاتحه واللي ليها علاقه بالبنات شويه البنات بتحبها بتنتهي بحرف الاو. طب احنا ليه بنقول المعلومه دي؟ بنقول المعلومه دي عشان ولا واحده من دول الاو فيها بتتنطق، يعني ولا واحده هنطق الاو. فانا ابقى فاكره ان احمر روز برتقاني اصفر بينتهوا بالاو، ومش مش بنطقها خالص، بكتبها من غير منطقها. طيب احمر يعني ايه؟ احمر معناها بالفرنسي روج. ايه ده؟ شبه الروج اللي احنا بنحطه، بس ننطقها روج روج. طب انا لما انطق ايه الحرفين اللي بنطقوا او؟ الاو واليو، الاو واليو رو، يبقى اكتب ار او يو روج جي، وزي ما احنا متفقين هنحط او. طيب ليه اهتميت بالنطق بتاع الرو وقلنا الاو واليو؟ علشان بعدها على طول بمبي روز روز. هنا رو هنا رو، يبقى افرق ما بين رو او واليو. رو او هكتب حرف الاو بس. يبقى لو قابلني النطق رو او واليو، لو قلت رو او بس. طيب هنا طبعا لون احمر روج ار او يو، حرف الجي والاو مش هتتنطق.
الروز ار او رو ز ز ز ز. هنا حرف الاس مش الزد. رو ار او ار او ز ز. قلنا هنا الاس بتنطق ز، روز. ندخل في اللون اللي بعده، البرتقاني. الحروف ما بتختلفش اي حاجه عن الانجليش. اورنج ده بخصوص الحروف، او را ن ج وفي الاخر او. النطق هو اللي بيتغير. اورانج 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 اورانج. اللون الاصفر، اللون الاصفر جون، اصفر جون. هنا عندي حرف الاي وحرف اليو نطق او. اصفر جو، قلنا الاي واليو نطق او. جو ن ن ن. واحنا متفقين من البدايه الاحمر والروز والبرتقاني والاصفر بينتهوا بحرف الاو، مش بنطقها، فبكتب جو جي اي يو بتنطق او. ن ن ن والاو مش هتتنطق. نيجي عند اللون الابيض، بنسبه كبيره هو مش باين عشان ايه؟ باب اللون الابيض فهو مش باين. طب ايه الحروف بتاعته؟ ب ابيض، ب لونك، ب ب ال اي ا ان. حرف السي ومش هنطقه بلان بلان. طب هكتب ال او يعني؟ لا ال اي بس عندها اه. طب ليه نطقتها اه؟ عشان اي ان. بلان ن بلان. وما ننساش ك في الاخر، حرف السي في الاخر. لون الموف فيو يو. هنا قاعدة نطق ان الاي والاو بتنطق يو، الاي والاو بتنطق يو. في يو في يو. ليه ليه. زي كده عامل ايه ايه. ال او تي بتنطق ليه. طب دي شبه كلمة ايه؟ شبه في الانجليش كده لما بنقول let us let's. هي دي let بس نطقها ليه. فيو ليه. اخر لون معانا هو اللون البني. مارو اون مارو اون. طب ده كده الكتابة ما ر دوبل ار رو اون. طيب دي الكتابة. النطق مارون، الاو ان في الاخر دي قاعدة نطق ما بتتنطقش اون، بتتنطق اه. مارون مارون. يبقى الالوان من الاول. بلو noir bleu noir vert gris bleu noir vert gris bleu noir vert gris bleu noir vert gris. rouge rose orange jaune rouge rose orange jaune rouge rose orange jaune bleu noir vert gris rouge rose orange jaune blanc violet marron blanc violet marron blanc violet marron. دي كده الالوان الاساسيه عندي بالفرنسي. مهمه جدا تتذاكر نطق علشان النطق، ولما نكون متمكنين من قاعده النطق هنعرف نكتب. تاني حاجه الحاجات اللي احنا لسه مش متمكنين من قاعده نطقها زي الاو ان او، زي الا يو او، زي الاو يو او، الاو اي، زي هنا الاو اي وا، الاي الاي يو او. مهم نتمرن على قواعد نطق. طب لو احنا مش متمرنين مهم نسمع قاعدة نطق كتير فهنعرف نكتب الكلمة، مش عن طريق ان انا بحفظ حروفها، عن طريق ان انا بحفظ الكلمة دي فيها القاعدة دي والقاعدة دي
بتتنطق كده فبتتكتب كده، فانا هكتبها صح. بس كده. تمام. au revoir.